السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حابب أعمل لكم فيديو بخصوص طبعا بخصوص ما يحدث في الأجواء المصرية حاليا على الساحة الرياضية من تصريحات المدعو يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ودعوة عامة لمقاطعة البنك الأهلي المصري من استثمارات، من إيداع، من قروض، من أي تعامل بنكي، حفاظا لجماهير الأهلي على ما بدر منه. واتمنى من كل متابعي النادي الأهلي وقف التعامل كاملا مع إدارة البنك الأهلي إلى أن يتم إقالة هذا المدعو. جماهير النادي الأهلي شخصيات علمية، وأحب أرد على الكابتن ماجد سامي اللي طالع يتكلم ويدافع عنه، وعلى كل الزملكاوية اللي طالعين يدافعوا عنه، طبعا لأنه زملكاوي. الموضوع مش موضوع زمالك وأهلي، الموضوع دلوقتي موضوع أخلاق. احنا كنا بنتكلم من أيام على الكابتن محمد صبري وعلى أخلاق الكابتن محمد صبري اللي جمعت الأهلي والزمالك في عزا واحد. هذا المدعو يدعو للتعصب، واحنا طبعا بنبحث عن عدم التعصب لنادي بعينه. فتخيل مسؤول كبير في الدولة، تعلم في الدولة، وأكيد وصل للمنصب دوت بالواسطة، يعني واسطة أكيد 100%، لأن الدولة بتاعتنا دولة الوسايط. ما عندوش الكفاءة، ولو عنده الكفاءة والرزينة ما يطلعش يشتم شعب كامل أو جمهور نادي كامل أو يشتم دولة كاملة إن التعليم بايظ فيها. فطبعا من خلال قناتي، قناة محمود صادق في ألمانيا ولا من ألمانيا، حبيت أدعو جميع الأهلوية، جميع مشجعي النادي الأهلي المصري، عدم التعامل تعاملا باتا مع إدارة البنك الأهلي حتى إقالة هذا المدعو يحيى أبو الفتوح. وأتمنى أتمنى أتمنى ما نمشيش ورا الموجة إن إحنا نقول لك ده الأهلي لازم يكون عنده أخلاق. إحنا معانا أخلاق، عشان عندنا أخلاق إحنا بنحترم، بنخلي الناس ديت ما نعملش الموضوع إن هو أو ما نسامحش في حقنا. إحنا لازم ناخد رد فعل قوي على هذا ذو الأخلاق أو الرديئة أو السيئة، إنه يشتم جماهير النادي الأهلي كاملا. جماهير النادي الأهلي بما فيه من شخصيات علمية، بما فيه من شخصيات ساهمت في بناء الدولة، هو شتم جماهير النادي الأهلي كامل. وعشان كده الدعوة دي عامة لكل جماهير النادي الأهلي بوقف التعامل تماما مع البنك الأهلي حتى إقالة هذا المدعو من سحب، إيداع، قروض، أي تعامل بنكي مع البنك الأهلي. والدعوة دي جاية من ألمانيا، من شخص اتعلم في مصر، ومن الحمد لله بتعليمي في مصر، وأنا أهلاوي طبعا، بتعامل هنا معاملة كويسة الحمد لله، بشتغل بالمؤهل الجامعي اللي اتعلمت بيه في مصر. وأتمنى أتمنى 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 من كل دي أمنية خاصة من جماهير النادي الأهلي، مقاطعة كل ما يساعد على هذه الأخلاق السيئة والتعصب ما بين أهلي وزمالك. وطبعا لازم نقف قصاد أي شخص زملكاوي يتكلم كلمة في حق الأهلي وجماهيره. الشخص هو أساء للتعليم، أساء لجماهير النادي الأهلي كاملة. ودي دعوة عامة مني من قناتي، من قناة محمود الصادق من ألمانيا، لمقاطعة البنك الأهلي. وكل ما يشجع، كل شخص يشجع على هذا الفعل، أتمنى عدم تعامل بتة معاه. ما نرجعش بقى ونقول لا ده أهل وزمالك، أهل وزمالك هم دول الناس اللي بيشجعوا على الفتنة. والمشكلة إن هو صاحب منصب في البلد، يعني ممكن بتعصبه دوت مثلا لو واحد أهلاوي راح له ياخد قرض أو مشروع أو يبني مشروع، ممكن يرفض له المشروع عشان هو أهلاوي، لأن هذا الشخص
كاره للنادي الأهلي وجماهيره، عنده غيرة. الأهلي وجماهيره ناس متعلمين، عندهم من الأخلاق ما يسمح لهم إن هم يردوا على شخص زي هذا بالأخلاق وبالأدب. وأتمنى أول رد فعل من النادي الأهلي إنه اليوم رفع شكوى لكل الجهات في مصر إن هي تاخد رد فعل قوي وتحاسب هذا المدعو يحيى أبو الفتوح، وأتمنى إقالته من منصبه، وأتمنى التحقيق معاه يكون أوخ على الملأ، يكون كمان على الملأ، عشان الناس كلها تعرف أي حد بيغلط لازم يتحاسب، وبالأخص لما يكون في منصب حساس زي منصب نائب نائب مدير البنك الأهلي في مصر. حملة مقاطعة للبنك الأهلي وجماهيره حتى إعادة الحق لأصحابه، للاعتذار وعدم السماح للمتعصبين بالعمل في المجال العام. تحية خاصة من أخوكم محمود الصادق في ألمانيا. حملة مقاطعة للبنك الأهلي دي دعوة عامة لكل المصريين والأهلوية، الناس اللي عندها أخلاق سواء أهلي أو زمالك، إحنا بندعو للأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمود الصادق من ألمانيا، شكرا جزيلا لكم، في رعاية الله وأمنه. طبعا حضراتكم شفتوا التفاعل مع الأخ الكابتن محمد صبري بعد وفاته. من أخلاقه وجدنا الأهلي والزمالك، كل الناس زعلانة عشان أخلاقه الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.